السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى النهارده هنعمل معاكم التورتيه الجميله دي زي ما انتم شايفين كده. طلعت ما شاء الله تحفه يعني خالص. بتمنى بقى ان شاء الله الفيديو عجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طالعه ما شاء الله هشه خالص، وبصراحه يعني عجبت كل اللي اكل منها. ندخل بقى على المقادير والطريقه على طول. دي كل المقادير اللي هنعمل بيها الكيكه بتاعتنا الاول. ده البيض، انا فاصله البياض عن الصفار. دولت 6 بيضات، ومعلقة صغيرة خل، و180 جرام سكر ناعم، و60 جرام حليب، وطبعا فانيليا، و180 جرام دقيق، وعليهم رشة ملح، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، و45 جرام زيت. أهم حاجة المقادير تبقى بالجرامات. طبعا عملت الأول البياض مع السكر. هتن نضرب فيه كده لحد ما يبقى ايه زي ما انتوا شايفين كده. يعني حتى هنقلب معاكم البولة مش هيقلب معايا. ده بقى القوام الايه المظبوط للبياض. كنت حاطه على البيض ايه معلقه صغيره خل. هنا بقى حطيت الفانيليا مع الصفار. اهم حاجه في البوله بتاعه البياض ما تكونش مبلوله ميه، والمضرب كمان يكون ناشف. هننزل باللبن او الحليب. هنحط بقى الدقيق. انا نخله وهنخله كمان مره. عليه ذره الملح، وعليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر. نضربهم برضو كويس بالمضرب، وبعد كده بقى هنحط الزيت. الخليط بقى ايه بقى جامد كده معايا، هنزوده بقى من الخليط بتاع البياض. هنزود كده معلقه بمعلقه لحد ما نلاقيه سال معايا كده، وبعد كده بقى نضيفه على البياض زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا مسرعه الفيديو عشان يعني ايه ما نطولش عليكم في الوقت. كده بقى ما شاء الله الخليط بقى جاهز معايا. هنضيفه بقى على البياض زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب بقى من تحت لفوق كده بالراحه خالص. طبعا انا الفيديو عشان متسرع فباين ان انا بعمل بسرعه، بس انا كنت بعمل براحه خالص عشان الهواء اللي احنا دخلناه في البياض ده ما يطلعش، يعني عشان الكيكه تبقى ايه هشه يعني، وتبقاش مكتومه معانا. ده بقى الخليط بتاعنا بعد ما بقى خلاص بقى جاهز. هنجيب بقى الصواني. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بقى ايه بعتمد الصواني دي، بصراحه بتريحني. بس انتوا بقى ممكن تعملوه في صينيتين مقاس 20، او صينيه برضو ايه مقاس 20، بس تكون اللي هي الحرف العالي ده، وتقطعوه بقى. هنا بقى هندخله الفرن على حراره ده 170. قعد حوالي نص ساعه. ما شاء الله طالعه هشه خالص. زي ما بقول لكم يعني ايه ما شاء الله هشه خالص وطريه. سبتها بقى طبعا لما بردت خالص، وبعد كده بقى ايه هنحضر الكريمه. ده معايا سكر وكريم شانتيه خام، وميه طبعا متلجه. بزود انا بقى الميه شويه بشويه لحد ما توصل للقوام اللي انا عاوزاه يعني. مش عايزاها طبعا تبقى سايله جامد، عايزاها تبقى ايه ماسكه نفسها كده. كده ايه زي ما انتوا شايفين بالظبط. هنزين بقى معاكم التورتايه. حطيت بس حته كده على البورد بتاعنا عشان ايه الكيكه ما تتحركش. تزيينها يعني كان ما شاء الله زي ما شفتوا في اول الفيديو كده سهل يعني خالص وبسيط، ما خدتش اي وقت. طبعا الالوان ديت صاحبه التورتيه يعني هي اللي طالباها، كانت عايزه الوان
البنفسجي، وهي اللي طالبة كمان الورد بعجينة السكر. زي ما انتوا شايفين بقى كده، بقيت احط الكريمة اللي الطبقة وفوقيها يعني ايه كمية الكريمة اللي تريحكم بقى. زي ما انتوا شايفين برضو بجلسها من بره من غير اي حاجة، يعني بالسباتيولا ومن غير يعني اي ادوات ولا اي حاجة. هنا بقى خلاص بعد ما خلصتها، جبت بقى الكيس اللي هو بتاع الحلواني وحطيت فيه الكريمة، حطيت عليها لون برضو بنفسجي كده، وعملت بقى ايه روزيتات كده في الحرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده ايه يعني بالجمال كده زي ما انتوا شايفين. دي بقى عجينة السكر. انا طبعا هي كانت ناشفة خالص، دلكتها بقى جامد بايديا لحد ما طرت، وعملت منها دواير كده عشان بقى اعمل بيها الايه الوردة زي ما شفتها يعني في اول الفيديو. عملت 4 كده دواير وحطيتهم على بعض، وبقيت الفهم رول كده، واقسمها بقى كده ايه بالنص بالسكينة. بتطلع بقى معانا الايه القلب بتاع الوردة كده ايه زي ما انتوا شايفين. سهلة يعني خالص ما شاء الله. بعد كده بقى هنجيب ديت نقسمها نصين كده ونعمل بها ايه بقية الوردة بقى كده من بره. طلع بقى كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ودي التانية برضو عملتها معاكم. طبعا كل واحد بقى يزوق يعني بالطريقة يعني تريحه، بس انا حبيت اشاركها يعني معاكم. وتزيينها يعني سهل ما شاء الله، ما خدتش اي وقت يعني، ما فيهاش يعني شغل كتير. يا دوبك جهزت الوردات وحطيتهم بقى على التورتايه. ودي قسمت الدايره نصين كده عشان اعمل منها ايه وردتين صغيرين يعني، يبقوا 2 كبار بقى و2 صغيرين. كده بقى الورد معايا بقى جاهز. هنجيب بقى التورتايه عشان نكمل ايه التزيين بتاعها. دي برضو كريمه عملت لها برضو حمام بخار كده ماء، وحطيت عليها لون اصفر، ادتني اللون الايه الاصفر الهادي ده. كريم شانتيه يعني مش شوكولاته، كريم شانتيه، وعملته على حمام ميه عشان يبقى سايل كده. وحطيت بقى الورد، وده ورد طبيعي بقى كان هنا، حبيت يعني احطه كده منه عشان الالوان بس يبقاش كله كده ايه بنفسجي يعني. طبعا العود بتاع الورد ده انا طبعا غسلاه ومنشفاه. زي ما قلت لكم يعني ايه التزيين بتاعها ايه سهل خالص وبسيط يعني. تنفع في اي مناسبة على فكرة، يعني كانت عشان عيد ميلاد، بس هي تنفع في اي مناسبة. ما شاء الله طالعه بقى بالجمال ده زي ما انتم شايفين كده. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتجربوا التورتايه ايه اللي انا عاملاها دي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.